نجاح ضخم وكاسر لمعرض الآثار المصرية بالصين. قمة الهرم حضارة مصر القديمة. في غضون أقل من شهرين ونصف على افتتاحه، استقبل المعرض المقام بمتحف شنغهاي أكثر من نصف مليون زائر. ونتيجة الإقبال الشديد مدت إدارة المتحف ساعات الزيارة لفترة مسائية لمدة 4 أيام أسبوعيا. المعرض تم افتتاحه في 19 يوليو 2024، ومقرر يستمر لحد 17 أغسطس 2025. المعرض استقبل 136 ألف زائر في أول أسبوعين منه بس، وبيضم 788 قطعة أثرية تم اختيارها من مجموعات 7 متاحف ومؤسسات مصرية، بالإضافة لاكتشافات أثرية حديثة لم يتم عرضها للجمهور من قبل. تنتمي القطعة لفترات نقادة وعصر بداية الأسرات، وقطعة تمثل الملكية في مصر، منها تماثيل الملوك أمنمحات الثالث وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني، وقطعة تانية بتعبر عن الحياة اليومية وأدوات الزينة والحلي زي أسوار من الذهب للملكة أحوتب عليها خرطوش الملك أحمس، تاج ذهبي للملكة تاوسرت آخر حاكم من الأسرة 19، بالإضافة لمجموعة من التماثيل البرونزية واللي بتمثل المعبودات المصرية زي أوزوريس وإيزيس، باستت وأنوبيس، جحوتي، وقطع تانية بتحاكي موضوع العالم الآخر عند المصري القديم زي توابيت، الأواني الكانوبية. كما تم إثراء المعرض بعدد من القطع بتعرض لأول مرة من أحدث المكتشفات من منطقة سقارة، باعتبارها أقدم وأكبر جبانة أثرية، حيث يعرض المعرض 10 توابيت ملونة، و10 مومياوات حيوانية محنطة، 186 تمثال أوشيبتي من الفأر، ده غير مجموعة من التماثيل اللي بتمثل فترة الدولة القديمة من حجر الجيل الملون. والقطع تم توزيعها وفقا لسيناريو العرض على 3 قاعات رئيسية، هي أرض الفراعنة، وأسرار سقارة، وعالم توت عنخ آمون.